مش هما دايما بيقولوا محدش احسن من حد؟ العلم فعلا اثبت ان كلنا زي بعض ومحدش احسن من حد، لان كلنا في الاخر معمولين من نفس العناصر. بس يعني ايه عناصر اصلا؟ احنا عارفين ان اي ماده في الدنيا بتتكون من حاجات صغيره قوي بنسميها الذرات، والذره او الاتوم هي اصغر وحده بناء بتتعمل منها اي ماده. جسمنا نفسه بيتكون من بلايين الذرات. يعني ممكن نشوف الذرات اللي بتتكون منها ايدينا مثلا لو قربنا لها بعينينا قوي؟ لا طبعا، الذره حجمها صغير جدا، ما نقدرش نشوفها بعينينا ولا حتى بالميكروسكوبات العاديه اللي ممكن تكون شفتها في المعمل او في التلفزيون. العنصر بيبقى معمول من نوع واحد من الذرات، يعني مثلا عنصر الحديد بيتكون من ذرات حديد وبس، عنصر الاكسجين اللي بنتنفسه بيتكون من ذرات اكسجين وبس. طب هو في كام عنصر؟ لحد دلوقتي اكتشفنا اكتر من 100 عنصر. جسمنا فيه 40 عنصر من العناصر دي، وعشان نفرق العناصر الكتير دول عن بعض بنديهم اسماء زي ما كل واحد مننا ليه اسم، وساعات بدل ما نكتب اسمهم بالكامل بنختصر وبنكتب رمز يعبر عن العنصر. الرموز دي عامله زي الحروف اللي بنعبر بيها عن العملات، مثلا زي ما الجنيه المصري رمزه كده والدولار رمزه كده، برضو كل عنصر بيبقى ليه رمز مخصوص يتعرف بيه وسط الناس، والرمز ده بيعبر عن ذره واحده من العنصر. طب هو اي حد كده طق في دماغه يقوم مسمي العنصر ومديله رمز على مزاجه؟ ما ينفعش طبعا. عشان كده في منظمه دوليه اسمها ايوباك هي اللي بتسمي العناصر وبتديها رموز نبقى كلنا متفقين عليها. في عناصر كتير هتلاقيك عارف اسمائها زي الاكسجين والهيدروجين. طب هو على اي اساس منظمه ايوباك هتدي للعناصر دي رموز؟ اول طريقه ان هم بياخدوا اول حرف من اسم العنصر وبنكتبه كابيتال. يعني مثلا هيدروجين رمزه H، اكسجين رمزه O. طب افرض ان في عنصرين اول حرف من اسمهم زي بعض زي الكربون والكالسيوم مثلا، نعمل ايه؟ ساعتها بنرمز لعنصر منهم باول حرف من اسمه، والعنصر التاني بنرمز له باول حرفين من اسمه. الحرف الاول يبقى كابيتال والتاني سمول، فيبقى الكربون رمزه C والكالسيوم رمزه Ca. طب اشمعنى الكربون هو اللي خد حرف واحد والكالسيوم حرفين مش العكس؟ العلماء اتفقوا ان العنصر اللي اكتشفناه الاول هو اللي بياخد حرف واحد. بس لو خدت بالك مش كل العناصر رموزها بتيجي بالطريقه دي. مثلا عنصر الصوديوم رمزه Na، الرمز بتاعه ملوش دعوه خالص باول حرفين من اسمه. اشمعنى بقى؟ ساعات في عناصر بناخد اول حرفين من اسمهم بس مش بالانجليزي، باللاتيني. الصوديوم اسمه باللاتيني ناتريوم، ومن هنا جه حرفين ال Na. برضو منظمه الايوباك هي اللي بتقرر هتاخد الاسم الانجليزي ولا اللاتيني. كده نبقى عرفنا ايه هي العناصر وازاي بنديها رموز. في الفيديو الجاي بقى هنقرب اكتر من الذره نفسها ونعرف هي الذره جواها ايه.